Es muy probable, tal como se ha señalado en muchas ocasiones, que Tariq ibn Ziyad perteneciese a la tribu bereber de los Naza, del grupo de los Aguara, asentada, creemos que originariamente en Wadi Tafna, en la zona de Tilizán, provincia del centro de la actual Argelia. Aunque debemos señalar que la tribu... قاطع دكتور إبراهيم، هل أفهم من كلامك ربما اليوم نتحدث عن طارق بن زياد، ولكن هناك شخصيات تاريخية أخرى مثيرة ربما للجدل، وهناك جدل حولها، حول هويتها ونسبها وما إلى ذلك. هل أفهم منك دكتور بأنه لا نستطيع تحديد ربما على الأقل مسقط رأس أو من أي منطقة ينحدر هذا القائد أو غيره أو شخصية أو غيرها بأدلة تاريخية؟ يعني المنطقة هي حسب الأبحاث التاريخية هو ينتمي لمنطقة تلحق بولاية وهران الجزائرية إلى قبيلة أمازيغية. هذا الأمر مقرر. لكن عن طارق بن زياد، عن إنجازاته وعن فتوحاته وعن علاقته بموسى بن نصير. طارق ولد سنة 50 في الجزائر. نعم. ولد طارق وهو من أصل بربري على يعني الراجح من أقوال المؤرخين، وهو يعني كان أصغر من As it was already known, Tariq ibn Ziyad was an Algerian. Bousberians, go and get your own history and your own historical figures apart from Daddy Hubert Lyautey.